داخلة في مرحلة التلاتينات وهتبقي فتاة تلاتينية او سيدة تلاتينية، في كام نصيحة صغيرين جدا جدا هحاول اقولهم لك النهاردة في الفيديو ده علشان صحتك تبقى حلوة وبشرتك تبقى جميلة. مساء الخير يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. هبدأ معاكم فيديو جديد النهاردة، اتمنى باذن الله يعجبكم. ما تنسوش بس تعملوا لي سبسكرايب للقناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهاردة دوسوا لي لايك ليه. المفروض ان في يعني كل اللي فات ده كوم قبل ال25 سنة، واللي جاي بعد ال25 سنة ده كوم تاني خالص. في ناس كتير جدا اكيد عارفة، هي المفروض تكون عارفة ان هي هتعمل ايه وايه الخطوات اللي المفروض تمشي عليها، بس احنا هنرتبهم مع بعض واحدة واحدة كده في شوية نصايح او في شوية روتينات بسيطة. اول نقطة معانا وهي الرياضة. الرياضة رقم واحد يا جماعة، مهمة جدا جدا لصحة جسمك وعلشان صحتك تبقى حلوة كده ويبقى فيكي نفس وحيل مع العيال ومع البيت والدنيا دي كلها. لو انت ما بتروحيش جيم، مش بتعرفي تروحي جيم او ما عندكيش وقت ان انت تروحي جيم، ممكن تعملي اي رياضة في البيت عادي. ممكن تجيبي الحاجة بتاعة الضغط دي او اللي هو اللي بيشد ده، الحبل اللي بيشد ده، اي حاجة المهم تكون عندك في البيت. العبي اي حاجة في البيت، مارسيها، المهم بشكل مستمر. في معلومة أنا عرفتها، وهي قبل 25 أو قبل ما توصلي لمرحلة ال30 بتكوني، لو انت جسمك من النوع اللي بياكل ومش بيتخن، ومهما تاكلي أي أكل في الدنيا مش بتتخني، بعد كده ممكن تتخني. بعد ما توصلي لمرحلة ال30 ممكن تتخني، أو ممكن يحصل لك تخن في أماكن انت مش حباها، أماكن جانبية في الجسم وحاجات انت في غنى عنها الكلام ده كله. فالأحسن انك تمارسي الرياضة، وكمان علشان صحة جسمك تكون كويسة. تاني حاجة مهمة جدا 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 وهي ايه؟ سر جمالنا، البشرة. البشرة مهم جدا جدا ان يكون عندك 3 حاجات او 4 حاجات بالتحديد، ومحترمين. يعني محترمين يعني بمعنى الكلمة حاجة نظيفة. مش تكوني مثلا تقولي انا عندي صن بلوك او عندي غسول لبشرتي، ما انا بعمل لا، غسول يكون مناسب لبشرتك، لنوع بشرتك، سواء دهنية، جافة، مختلطة، ايا كان هي ايه، ويكون نوع نظيف، براند محترم، براند محترم، براند محترم، منتج كويس يعني. تمام. صن بلوك محترم، غسول كويس، سيرم او تونر، بس الاحسن ان هو يكون سيرم، ومرطب كويس لبشرتك. في حاجه بس بسيطه حابه اوضحها لك، ان انت لو كنت قبل كده، قبل فتره مثلا قبل ما تتمي 25 سنه ولا حاجه، ما بتستعمليش لا غسول ولا مرطب ولا سيرم ولا اي حاجه لبشرتك، وحتى لو بتستعملي بيكون منتج رديء او رخيص او ايا كان ايه هو، بعد كده لازم تهتمي بيها قوي. لان في معلومه مهمه جدا، احنا عندنا حاجة اسمها كولاجين في بشرتنا. كل ما بنكبر في العمر كل ما نسبة الكولاجين دي من البشرة بتبدأ تقل، فاحنا بنرفع نسبة الكولاجين دي تاني. واحنا مش بنرفعها للدرجة اللي هي بيكون ربنا خلقنا عليها، بس بنحاول ان احنا نحسن منها او نعالجها شوية بالمنتجات النظيفة اللي احنا بنستعملها. النقطة اللي بعد كده وهي انك مهم جدا جدا انك تاكلي حصة يوميا من الخضار وحصة يوميا من الفاكهة. لازم اكل صحي مفيد جدا جدا لجسمك، بلاش الاكل اللي هو كله حاجات ضارة لجسمنا وصحتنا، لان ده بيأثر علينا بالسلب بعد كده. مش هتحسي بالكلام ده دلوقتي. زي ما الدكتور بيقولك كده، انت ليكي حصة يوميا من طبق خضار صحي وطبق فاكهة والكلام ده كله. فمهم جدا انك تمشي على الروتين ده. ولو كنت بتعملي الحاجة دي بنسبة 10% مثلا، بعد كده مهم انك تعمليها بنسبة 100%. شرب المية مهم جدا 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 لبشرتك وصحتك وشعرك واسنانك وكل حاجة. المية مهم جدا جدا يا جماعة، المية مهمة جدا جدا. اشربي مية كتير على قد ما تقدري. لازم على الأقل يوميا من 2 ل 3 لتر يوميا لجسمك. في ناس بتهمل نفسها او بتنسى نفسها ان هي تشرب ميه. خلي ازازه الميه جنبك، ولو ما بتحبيش تشربي الميه على طول كده، اشربي كل مثلا 5 دقايق كده دفعه ميه، جزء ميه كده. قلنا الخضار والفاكهه فيهم فوائد كتير جدا وفيتامينات طبيعيه ربنا مديها لنا اساسا عشان تفيد جسمنا بيها. زائد طبعا منتجات الالبان اللي هي اللبن والبيض، الحاجات دي مهمه جدا جدا، فيها كالسيوم عالي قوي. لازم على الاقل يوميا برضو كوبايه لبن، كوبايه زبادي قبل ما تنامي، كوبايه لبن الصبح، والبيضه دي يوميا اساسي الفطار. ففي حاجات كده ما ينفعش
نستغنى عنها او ما ينفعش نهملها في روتين يومنا، لان دي بتفيد جسمنا. احنا مش الحياة كلها يا جماعة عبارة عن ماسكات وحاجات للبشرة وحاجات تظبط بشرتنا والكلام ده كله، ما لازم الجزء الداخلي ده برضو، علشان هو ده برضو بيظهر على البشرة، بيطلع الجزء ده بيفيد جلدنا وبشرتنا والكلام ده كله. طبعا ده كله على جنب. وفي حاجة تانية مهمة قوي ان احنا نعملها على جنب. في طبعا لو انت متابعة مع دكتور، مهم جدا ان انت يكتب لك على نوع فيتامينات او حديد، بحيث تبقى مكمل غذائي للي انت بتاخديه، بحيث لو في يوم من الايام حاجة وقعت منك من ان انت ما اكلتيش خضار او قعدتي كام يوم ما تاكليش فاكهة، الحاجات دي تمد جسمك او يبقى مكمل غذائي ليكي. فانتي طبعا ما اقدرش اقولك على نوع معين خالص غير باذن الدكتور. سمعت دكتور اطفال بيتكلم عن الايفيتون ده عباره عن فيتامين، برضو فيتامين الف. كان بيتكلم فيه على الاطفال وبيقول ان هما بياخدوا 4 اقراص كل 6 شهور بعد التطعيم يعني وكده. فالمهم ان قال ينفع اللي احنا ككبار ينفع نستعمله، ان انت تاخدي كورس يوم يوم لا، يعني تاخدي مره واحده في اليوم، يوم لا. طب امتى؟ بيقولك اعتبريه مدى الحياه. ده الكلام اللي الدكتور قاله. فانتي لو حابه ان ما عندكيش دكتور ممكن تجيبيه، هو الشريط مش غالي قوي، اخر مره كنت جايباه كان عامل 10 جنيه تقريبا. ولو انتي مش حابه النظام ده، ممكن تلتزمي انك تروحي للدكتور. جدا انك تعملي تحاليل، اهم تحليلين يعتبر تقريبا فيتامين د وصورة دم كاملة، علشان تشوفي نسبة الأنيميا عندك واصلة لفين، أو هي تطمني على نفسك من خلال صورة الدم. تمام. دي اهم معلومات المفروض ان انتوا تمشوا عليها يا جماعة وتعملوها. ولو لسه ما وصلتيش لسن 25 او ما دخلتيش في مرحلة ال30 وحابة انك تعملي كده، ده خير وفي بركة ليكي، ده حاجة كويسة جدا جدا. اتمنى تعملوا بالنصايح دي وتمشوا عليها، وان شاء الله باذن الله تلاقوا صحتكم بقت كويسة وحالتكم النفسية بقت حلوة، علشان صحتكم هتبقى من جوه كويسة. تمام كده خلصت معاكم الفيديو بتاعي، اتمنى باذن الله يكون عجبكم. ما تنسوش بس الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده دوسولي لايك ليه. مع السلامه ودمتم بخير.